الله يحب التوابين اللي يتوبون دائما ويرجعون إليه. أنت عظيم عند الله يا شيخ، أنت في قلبك لا إله إلا الله. أنت أيها المؤمن لو تهدم الكعبة حجر حجر أهون عند الله من أن يراق دمك عند الله. أنت أعظم من الكعبة عند الله يا مؤمن. فأنت عزيز عند الله، لا تذل نفسك بالمعصية فتصبح إنسان مهان عند الله، ما لك قيمة عند الله، ما تسوى شيء عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. إنسان تافه ما له قيمة. وابن مسعود رضي الله عنه صعد إلى النخلة فحركت الرياح ثيابه وبانت ساقي ابن مسعود وإذا بها نحيلة، فضحك الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقيه. قال: تضحكون من دقة ساقيه؟ والله إنهما في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد. جبل أحد جبل عظيم، لأن ابن مسعود عظيم عند الله، ابن مسعود له قيمة عند الله. فالإنسان إذا طاع الله يصير له قيمة عند الله، يصير عزيز عند الله، يعزه الله ويحفظه ويدافع عنه. والله لو اجتمعت الكرة الأرضية عليه والله ما يقدرون يسوون له شيء إلا بإذن الله. إذا كان إنسان احفظ الله يحفظك. أما إنسان معرض عن الله، إنسان تافه والله ما يبالي الله في أي أودية الدنيا هلك. فأطيع العزيز يعزك، تعصي العزيز يذلك سبحانه وتعالى. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، وأبى الله إلا أن يعز من أطاعه.